الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عباد الله والمرسلين، أبي القاسم محمد. أعيدوا الصلاة ثانية جزاكم الله خيرا على حب أبي عبد الله الحسين، وحب صاحب هذا المرقد زيد الشهيد، وحب هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ثالثة بأعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بنهجكم، وأمن من لجأ إلى حسنكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. اللهم حال العليل وقد رأى هذه المدامع للوداع تسيل فيقوم طورا ثم يكبو تارة، فيقوم طورا ثم يكبو تارة، وعراه من ذكر الوداع نحول فغدا ينادي والدموع بوادر، فغدا ينادي
بوادر هل للوصول إلى الحسين هذا أبي الضيم ينعى نفسه هذا أبي الضيم ينعى نفسه يا ليتني دون الأبي بفقدك يا حسين أبتا بفقدك يا والدي حزنا وإني بعدكم أنا عليك أسجب دمعة عيوني أنا عليك أسجب دمعة عيوني وهلا على العافى ومنازلهم أنا عليك يا حسين أسجب دمعة عيوني وهلا على العافى ومنازلهم على العافى منازلهم وهلا زماني الهدم طوادي زماني الهدم طوادي وهلا وخلاني نحيي لبناتك وخلاني نحيي أنا شلون أمشي وعلى التربان أخليك
أنا شلون أمشي وعلى التيربان أخلي أبويا ولا حصل واحد يواريك يواري أبويا حزني ومأتمي ما يبطل عليك يا حزن ومأتمي ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. من وصية إمامنا زين العابدين عليه وعلى آبائه سلام الله. إلى محمد بن مسلم الزهري يا زهري احفظ لسانك تملك به إخوانك يا زهري. وإياك أن تعجب من نفسك يا زهري. وما لك تجعل المسلمين كأهل بيتك فتجعل كبيرهم كوالديك وتجعل صغيرهم كولديك وتجعل تربك أي الذي ولد معك في يوم واحد كأخيك. فهل تحب يوما أن تظلم أحدهم أو تدعو عليهم
ببركة هذا اليوم، يوم الجمعة، وبركة هذه الأذكار المآتم الحسينية، المدارس المباركة النقية، وبركة صاحب هذا المرقد المبارك زيد الشهيد، نوروا مجلسكم هذا بالصلاة على محمد وآل محمد. تقسيم الأيام أخذ باب كبير في شريعتنا المقدسة، ورتب لنا قانون في تقسيم الأيام على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سننه، وعلى لسان الأئمة المعصومين عليهم السلام. ومن ضمن ما وفروا لنا في مثل يوم الجمعة اللي يحمل عناوين ثلاث، ما يحمل بقية الأيام أخواني. الجمعة يعد عيد ويعد عبادة، عيد ويعد طهارة. عيد لأنه بما فيه من الأعمال الطيبة، لأن لكل أمة من الأمم خص لها يوم، وأمة محمد الأمة المرحومة اللي خص لها يوم هو يوم الجمعة. لكن هذا يوم الجمعة بما يحظى من الكثير عن بقية الأيام. هل نحن نلتفت إلى يوم الجمعة بجانب خاص، أم نخلي يوم الجمعة كبقية الأيام؟ يعني إذا خلينا يوم الجمعة كبقية الأيام ظلمنا أنفسنا، لأنه نفسنا تتروى من عطاءات هذه الشريعة في تلك الأزمنة وفي تلك الأمكنة. يعني هذا المكان المقدس والزمان المميز، الزمان المميز هو يوم الجمعة، والمكان المقدس هاي الأماكن الطاهرة، الأماكن الطاهرة التي ميزها الله تعالى في كل شريعة. جعل في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله إنه هذا يوم الجمعة. نقدر نخلي يوم الجمعة طهارة؟ بلي. شلون نخليه طهارة؟ هو غسل يوم الجمعة. نقدر نخليه يوم الجمعة هو عبادة فعلا، يعني يميز بأنه بعض الأعمال المميزة في يوم الجمعة. أنا من أعمل بعض الأعمال المميزة في يوم الجمعة، أنا خليت هذا العنوان ينطبق علي، يعني عظمت شعيرة أخواني. وليعظم شعير القرآن ذلك من يعظم شعائر، ذلك من يعظم حرمات. يعني هاي الشعائر والشعيرة يعني ظاهرة. فعلا أنا عظمت لو خليت يوم الجمعة كبقية الأيام. أنا بكرة وبكل لحظة أمد إيدي إلى الله تعالى وأقول له أدعوه، لكن إذا أني ما أعتني لا بجمعته ولا بليله ولا بنهاره ولا بخلقه، كيف يمكن لي أنا أعمل بهذا؟ يعني شلون أنا أرتب هذا الوضع إذا أني فعلا أنا يوم الجمعة ما أعظمه؟ أنا هاي الساعات في بعض الأحيان في بعض الأيام ما أعظمها، ذلك من يعظم. يعني فعلا أنا خليت الشريعة بابها مفتوح. إن النبي صلى الله عليه وآله يقول: جئتكم أيها الناس بأفضل ما جاءت به الأنبياء. يعني يا رسول الله شنو اللي جيت به كأفضل ما جاءت به بقية الأنبياء؟ قال: جئتكم بشريعة سهلة سمحاء. وهاي الشريعة رتبت لنا على لسانه صلى الله عليه وآله في سننه الثلاث.
السنة القولية هي أقوال لرسول الله صلى الله عليه وآله، والسنة العملية يعني مكان النبي صلى الله عليه وآله، وين النبي يكثر الجلوس، وين يهتم ببعض الأماكن، هاي تعتبر سنة. وكذلك من السنة التقريرية. السنة التقريرية يعني اللي يقر من قبل، يعني يطلق من قبل الصحابة ويقر من قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل يوم الجمعة هو يوم عبادة ويوم عيد. العيد يعني عندما يمر علينا يعود إلينا، وعندما يعود إلينا أنا وياك نعمل به، يكون بهذا العنوان يا سيدي الكريم. إذا أضيف إلى الجمعة شيء من الفضل اللي دائما القرآن يقول لنا تبارك وتعالى اسألوا الله الفاضل، اسأل الله الزيادة. يعني إذا أنا يوم الجمعة اغتسلت، ويوم الجمعة زرت، ويوم الجمعة عملت، ويوم الجمعة وصلت رحم، ويوم الجمعة حضرت مأتم، ويوم الجمعة قرأت قرآن، هن ذن الزيادات ذن ندورهن أنا وياك. اسأل الله الفاضل، يعني يجي واحد يوم الجمعة يصلي الصبح وقال فيما لا بعد ما يعود إلى الحضرة الإلهية إلا الظهر، هذاك عامة الناس كأي عبادة، كأي عبادة، والعبادة نراها. يعني مو بس أنا عابد يا أخي، يعني حتى الغير معقول عابد. يذكرون في لطائف الأنبياء إن يوما من الأيام النبي موسى عليه وعلى نبينا وعلى آله سلام الله، النبي كليم الله، قال يا رب أرني أحب خلقك إليك يعبدك ولا يشرك بك شيئا. يعني هذا طلب، يا رب أريد تراويني واحد من عبادك يعبدك هذا العابد وما يشرك بيك شيء. مرحبا سماحة الشيخ، وما يشرك بيك أبدا. النبي جاءه النداء من الله أن تذهب للمكان الفلاني. امتثل النبي موسى لأمر ربه وتوجه إلى المكان الفلاني، راح إلى المكان الفلاني، وجد في ذلك المكان هناك أرض فارغة، وهناك نهر، وهناك جدار. يعني ما لقى الوصف اللي قال يا ربي أنا طلبت منك أن تريني أحب الخلق إليك يعبدك ولا يشرك بك شيئا. قال نعم يا موسى. قال وأين هذا يا رب؟ قال انظر ما ترى على الجدار. يعني شوف شنو على الجدار. قال يا ربي إني أرى على الجدار طيرا، أنا أشوف على الجدار طير. قال أنا أقول لك خاطب هذا الطير وسيكلمك بأذني. سئله. توجه النبي موسى إلى ذلك الطير وسأله ما وقوفك في هذا المكان. حتى مرات تقول العبادة كلها تعبد. هاي الشجرة اللي نباوع على تميل منا ومنا هي معابدة. هذا الحجارة اللي أنا ما نسحقها بأقدامنا هي عابدة. فأنا أيضا عابد، مو بس أنا أعبد بهاي الدنيا، اللي الله امتن علي وخلى الطير بخدمتي، وخلى السماء إلي، وخلى الأرض إلي، وخلى كل مخلوق. هاي سلسلة متكاملة. يعني إذا ما موجودة هذه العناوين لم نستطعم أنا وإياك في جوانب الحياة، فكلها بخدمتي. فأنا أعد نفسي كالباقين. هي هاي فعلا لو أنا كأنه أنظر إلى ما يريد تبارك وتعالى من عندي، وما يريد إلى هو يريد إلي أنا. لأن أنا من أروح له راح يقول لي وين؟ راح يقول لي شبابك اللي أنت قضيته وين؟ أقول له بالقازينة الآن المنتشرة.
لو أقول له بمجالس البطالين والنارجيلات، يعني هي الحياة. لو أقول له في بعض الملاهي السيئة، حاشاكم، اللي أخوتنا في الدولة وأصحاب الشأن سكوت وهم يتنغص عليهم هذه بين يدي الله تعالى، لأن المسؤولية مسؤولية أب، مسؤولية الزوجة، مسؤولية الزوج. ما تتصور الله سبحانه وتعالى غافل عن ذلك أبدا. يعني هذا الدرهم اللي آخذه مقابل شيء، إذا أنا ما وفيت بالشيء هذا الدرهم يصير تنغيص علي يا إخواني. يعني لا ننظر إلى المسؤول الفلاني، نعم أنت مسؤول لكن اخذ دورك. المسؤولية اللي الله سبحانه وتعالى يقول يا داود إنا جعلناك خليفة، والله يخاطب للإنسان خليفة، بس ما قال أي إنسان، يعني الإنسان العراقي ولا ما قال أي إنسان، يعني وين ما كان أنت خليفة. الأبو بالأسرة هو خليفة. يعني أسرته تباوع، البارحة جمعة شنو سوالهم، اليوم نهار جمعة شنو سوالهم. انتهى شهر رمضان، أسرة نعمت بقراءة القرآن وختم القرآن، وأسرة قضتها بالمحيبس وهالخرابيط حاشاكم. يعني هذا يقول لي يعد أب، يعد مسؤولية هي هاي. فالغرض أنا لا أشرك نفسي بهذا، لكن كن أترفع فعلا أنا أخلصت إلى الله تعالى. لأن الله باكر يقول لي 80 سنة بالدنيا وين خلصتها؟ انطيتك أموال وانطيتك منصب، شنو سويت بيه؟ لياليك وأيامك وشهرك وسنتك وين خلصتهن؟ أقدر أقول له أنا خلصت نوم؟ كل شيء إلى وقت. النوم إلى وقت، والعبادة إلى وقت، والطعام إلى وقت، والمعاشرات والصداقات والزوجات والبيوت والأعمال كلها وقت. وهاي كلها أعطيتك طاقة متكاملة، طاقات متكاملة عند الإنسان، من ضمنها الطاقات الفكرية. يعني أنا عندي فكر. فموسى التفت قال ما تعمل؟ قال أعبد الله. ثم إنه ما تريد أيها الطير وأنت عابد؟ قال يا نبي الله إني أتحسر على الماء. قال عجيب أمرك أيها الطير. قال ليش؟ قال له أنت الآن على جدار، وإلى جنب الجدار نهر، وإلى جنبك الماء، والماء قريب إليك، قريب إليك، لماذا لم تصل إليه وتقول أنا أتحسر هو قريب؟ قال نعم يا نبي الله، أنا أحرص إذا تركت مكاني وذهبت إلى ذلك المكان انقطعت عن ربي. انظر، إذا أروح لهذا المكان لأتروى لنفسي خوفا أن أنقطع عن ربي. فعلا أنا وإياك. لكن إحنا الله سبحانه وتعالى خلانا شنو؟ مواثيق. خلانا هاي النصائح. بنتجي للقرآن نشوف نصائح. القرآن نفسه من نقرأ شو يقول؟ اتبعوا. هو القرآن يعني واحد يسولف وياك، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما أنزل هو القرآن، لين يخلي بيه قوانين هاي الروابط، قوانين الصلات، قوانين البيوتات، قوانين الأعمال، لين كل شيء نرجعه إلى كتاب الله تعالى يرتب لنا كل هاي معاني القانون. إذا أنا القانون ما أقراه، إذا القانون أنا ما أعمل به، إذا أنا القانون متخلف عنه. ولذلك يقولون ثلاثة، كأنه ثلاثة أمام الله أنا وإياك: مسجد لا يصلى فيه، وجار المسجد 40 دار، وقرآن في بيت، مصحف في بيت لا يقرأ فيه. يعني نخلي المصحف للتراب. لذلك البعض يقول حتى إذا أنا ما أقرأ أكثر من مصحف بيتك، تحاول كل المصاحف تقرأ. يعني مو معنى بليلة، يعني الليلة أنا بارحة مثلا قرأت سورة ياسين على سبيل المثال، هم إلي وهم للموتى.
ولاحظ أنت قراءة ياسين شنو؟ كل شيء قلب، وقلب القرآن منه سورة ياسين اللي إهداها للموتى، هي أفضل هدية، أفضل من ما أروح للميت وأودي له شموع أو أودي له بخور اللي ما بها رواية ولا بها فائدة، لا صبغ به فائدة ولا علو قبر به فائدة. ليش؟ الجسد، أنت ما تروح للجسد، تروح للروح، لأن الجسد بعد كذا يوم ينتهي كل شيء. تاخذ له هذه العناوين الروحية. شوف سورة ياسين كم لها من الجواب. يقول لو لم تقرأ سورة ياسين، لو استمعت إلى قارئ يقرأ سورة ياسين، شنو جزاء الاستماع؟ بس استمع، بس انصت، مو مثل هاي الشباب في بعض الأحيان مخلي الهيدفون ويمشي. هاي الحالة الغير صحية. أنت تباوع إلى منظر الرجل، تباوع إلى لباس الرجل، لأنه في الحديث الوارد يا موسى كأنه يا نبي بلغ أوليائي، بلغ أوليائي. الله يخاطب باوع ألا يلبسوا لباس أعدائي، ألا يلبسوا اللباس أعدائي. الآن البرمودة واللباس الغير صحيح يقلد من الأعداء، والله يقول لنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأرض الله هي مسجد أحباء الله. يعني أنا ابني ما اشتري له فقط إلا لبسه برمودة، وبعد مو في البرمودة فوق الركبة ويمشي. زين، أنت حتى ببيتك مأمور أن تكون فعلا مرتب، لأن الكل ينظر لك. أنت أب، تباوع لك بنتك وتباوع لك زوجتك ويباوع لك ابنك، ولعله بعض البيوتات متزوجين الأولاد، وأكو هناك نساء زوجات الأولاد. إذا أنا أبو أتمشى بالشورت القصير، الآداب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني وانت تمشي هاي في كل مكان، ليس المسجد بذات المسجد، لا أبدا، في كل مكان وزمان نحن بين يدي الله تعالى. إذا صرنا بين يدي الله شلون عنوان إخواني؟ يعني يصير أطلع بهذا اللباس، ذاك اللي ما عنده عقيدة، اللي ما عنده ولاية، اللي ما عنده نصيحة، ماكو نصيحة ذاك. لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول سياحة أمتي المساجد، مو سياحة أمتي الغازينوات الليلية اللي سكوت الكثير عنها سكوت للأسف. هي هاي السياحة. أنا عمري أريد أقضي وين أقضي؟ إذا مضى من العمر فد مدة من الزمن، شوف الإنسان يبدأ بالنزول يوما بعد يوم، يعني يوم بعد يوم ينزل. فتركت لنا النصائح يسموها اثنين: نصيحة قولية ذكرية ونصيحة عملية. يعني أنا مرات ما أنصح، بس أنا ببيتي أقوم من أقرأ القرآن أولادي عيالي يباوعوا لي، من أطب البيت وأقول سلام عليكم يقول هاي نصيحة عملية. من أنا أجي للقرآن وأفتحه أمام عيالي ويباوعوا لي عيالي، أنا جاي أقرأ قرآن، أنا جاي أصلي ركعتين مثلا على سبيل المثال قبل لا أنام، أنا أروح إذا أريد أسافر أتوضأ قبل أن أخرج. هاي النصيحة العملية. أضف إلى النصائح القولية. إذا إحنا أئمتنا نصحونا، والله تبارك وتعالى نادانا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني لا تروح للنار، لا تودي بنتك للنار. عندما أترك الحساب اللطيفة يذكروها، إنه جاء رجل للسيد البروجردي أحد العلماء طيب الله ثراه، قال له سيدنا أنا البارحة رأيت رؤيا. باوع إخواني، شوف العلم الإلهي شلون ينطينا أنا وياك. قال له هاي الرؤيا، حدث للعالم، العالم قال له أنا أدزك إلى واحد يعلم الرؤيا يفسرها إليك. راح هذا السائل إلى رجل قال ما هي الرؤيا؟
قال أنا البارحة رأيت وأنا نائم كأنه 3 مصاحف في بيتي احترقت، قرائين هذا القرآن، والمصاحف واحد كبير والثاني وسط والثالث أصغر. قال لي المصحف الأول الكبير والوسط احترقنا بكامله، والصغير احترق شيء قليل من عنده. هذا المفسر شي التفت لهذا الرائل، قال عندك بنات؟ قال له بلي عندي. قال له بناتك بالمدرسة؟ قال له بلي. قال له شنو مراحل المدرسة؟ قال له 2 بالمتوسطة الكبيرة والوسط بالمتوسطة. قال له إيه؟ قال له والصغيرة بالابتدائية. قال له الأولى والثانية نزعنا الحجاب. هذا القرآن المصحف الأول اللي احترق والثاني احترقت، ذن 2 هن نزعنا الحجاب في المدرسة. والله سبحانه وتعالى يرسم لنا قانون الحجاب للمرأة التعفف. قال له زين. قال له والثالثة الصغيرة بالابتدائية بعد ناوية، هي هاي ناوية بعده، ناوية أنه سوف ترمي بالحجاب. إحنا فعلا هاي النصيحة لعيالنا، يعني نصحت بنتي من لا بأس أن تروح للمدرسة والكلية وتمارس عمل، لكن أن تحتفظ بما أمرت من قبل الله تعالى، هي هاي النصيحة. شوفوا النصيحة من زين العابدين إلى محمد بن مسلم الزهري. هذا طبعا هو من العداء اللي عنده أبوه وأخوه هو لأمير المؤمنين، لكن هاي النصيحة لا أخذني الوقت كثيرا لمحمد بن مسلم الزهري كل إحنا إنه. قال عليك بلسانك تملك به إخوانك، الكلمة الطيبة حتى وي ابنك حتى وي زوجتك، من تطلب منها من حاجة بالبيت الاستحباب تكنيها كن يا أخواني، كنية، حتى ابنك وبنتك والجميع يسمعون هاي التربية. إذا ابنك يعيش وياك 30 سنة على كلمة طيبة شلون راح يطلع؟ هاي النتيجة هي الجميلة. أو بنتك راح تنتقل إلى غير مكان وعاشت وياك 20 30 سنة وتسمع الكلمة الطيبة مو الخشنة. بعض الآباء يطب ما يسلم ويطلع ما يسلم، يطب غاضب ويطلع غاضب، لكنه في خارج البيت تجد تراه كأنه يمازح ويدلي بالكلمات، لكن في بيتك. والنبي يقول خيركم خيركم علما لأهله، إلى هناك. فيقول له أنت املك لسانك أصحابك ويا الناس الكلمة الطيبة دائما، لا الكلمة اللي لها فحش. يعني الآن في بعض جوانب أبنائنا وإخواننا الشباب يتمازحون بسب الأمهات، والنبي صلى الله عليه وآله يقول يأتي زمان يتفاكهون بالأمهات، يعني يحكي على الأم وذاك المقابل يفرح. ليش؟ إلى البيت هو المصدر إخواني آبائي، هالكلمة الطيبة. قال احفظ لسانك، هيهات يا ابن زهري أن تعجب بنفسك، لا تخلي نفسك أنت أنا وأنا أبدا. يعني أنت انظر لما يقرأ دعاء كميل، دعاء كميل هو دعاء النبي الخاضر عليه السلام من الأحياء، وهذا ينقل أمير المؤمنين. وكميل ابن زياد هذا من بلاد اليمن الآن المظلومة اليمن، هو ينقله يقرأه وصار دعاء كميل. يقول لأمير المؤمنين يا كميل اقرأه كل ليلة، إذا ما تقدر كل ليلة الجمعة، إذا ما تقدر كل شهر، بالسنة مرة. مو تطلع من الدنيا وانا دعاء كميل ما قرأته، ما تأثر على واحد، تأثر على نفسك أبدا. لا أب ولا أم ولا صديق ولا زوجة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ يومئذ شأن يغني. ما أقول أبوي دخل الجنة دخلني أبدا، ما أقول أبوي عنده حسنات وأنا ينطيني، أنت بنفسك مولانا الكريم. دعاكم من يقرأه شو يقول؟ العبد الحقير المسكين الفقير، ما نقول أنا فلان وأنا فلان، لا 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 لا،
أكرمكم عند الله شنو؟ أتقاكم. القوي منكم اللي دائما التفاضل بالعبادة، تقول أنا بالباحة أصلي صلاة الليل، هو هذا الفخر. ولكن مو الفخر أنا قاضي على الاتصالات واليوتيوب في بعض الأحيان اللي يستغل من بعض الشباب ومن بعض البنات ومن بعض البيوت إلى الليل، المراسلة. يا أخي استفد. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، يعني أستغل أيام قوتي، بعد يومين راح يحدى بالظهر، بعد يومين ما تقدر تخرج من بيتك، بعد يومين تتحسر على رواحك للمسجد، بعد يومين تتحسر على قراءة، عيونك ضعفت. لا، أنت مقوي نفسك من البداية سيدي الكريم، هي هذا. فإياك أن تعجب من نفسك، دير بالك تقول أنا أفضل، ماكو أفضل أبدا، أفضل بالتقوى أبدا. لا تقول أنا أحسن، لا تقول عائلتي أحسن، لا تقول لكن متى ما أنت عملت ولم تطع عمرك بسيئة، ذلك هو الفضل الكبير سيدي. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، ابن عشيرته لا، لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لا تقول أنا فلان، عشيرتي، أبوي، كل عندنا زينات، نعم، ولكن مع الله خليه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، شوف بالمدائن مكان 350 سنة عمره، النبي يقول سلمان منا، ابن من سلمان؟ ما حد يعرف. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك القديم أبا لهب، عم النبي، أقرب واحد للنبي، القرآن ذمه. يا زهري، شوف العلاقة، هكذا نكون احنا مسؤولين، صغارنا كبارنا، من يمشي بالشارع ناصح، من تلقى شاب ومخلي الهيدفون ويمشي، هاي الحالة الصحية المرضية، هي هاي المرضية. أنا أسمع أغاني، وإذا سمعت اسمع منها الباكر، ما تأثر على واحد أبدا، تأثر على نفسك، تروح منها فقير، تلتفت يمينا وشمالا. يا زهري، أما لك أن تجعل المسلمين كأهل بيتك، هيك عندنا عنوان، هيك نقدر يعني كل المسلمين مثل أهل بيتي، هيك ما تأثر. أبو التكام المسؤول الآن في بعض الكسلة، المسؤولين الكسلة اللي ما أخذوا دورهم فعلا أمام الله، وين يروحون؟ أي صغير وكبير، أي صغير وكبير منا يقول أن تجعل المسلمين كأهل بيتك، خلي هذا اللي يمشي مثل أهل بيتك. شنو؟ فتجعل كبيرهم كوالدك، الكبير خليه مثل أبوي، من أنا أوصل يمه أسلم عليه، شنو يحتاج. وتجعل صغيرهم كولديك. من أشوف شاب أقدر نصحى أنا، ها؟ وتجعل تربك، يعني اللي مولود بعمرك، كأخيك. إذا أنا خليت كل إحنا هاي الصورة، هذا الإسلام يقول لنا، هذا الدين يقول لنا، مو انعزال ببيتي ويم الشرباية أصلي، لا، وإلا ما أخرج. هي هذا الرجل يخرج خارج بيته، البيت للنساء، البيت للمرأة، المرأة جهادها ببيتها، ما تخرج من بيتها، تحافظ على بيتها، تربي أولادها، تهيئ الباب الأوسع علما للزوج. الرجل لا، خارج الدار. يقول إذا خليت المسلمين بهاي المرتبة يا زهري
تقدر تدعو على أهل بيتك، تقدر ترفع تقول يا ربي انتقم من المسلم الفلاني، إذا تخليهم مثل أبوك ومثل أخوك ومثل ابنك. فأيهم تريد أن تحب أن تظلم يا سيدي؟ هي هاي الصورة. زين العابدين اللي ترك عندنا تراث يا آباء يا شباب، تراث منو مخلي ببيت الصحيفة السجادية ب1000 دينار كيلو طماطة. اليوم ماكو أشتري صحيفة السجادية أخليها ببيتي. وتركنا التراث الكبير، رسالة الحقوق، اللي أنا من أطلع من الدنيا أعرف حقوقي من شي يريد من عندي الله سبحانه وتعالى ترك. لذلك زين العابدين شوف كأنه عاتب الدنيا يوم من الأيام. عتبت على الدنيا يا فقلت إلى متى، عتبت على الدنيا فقلت إلى متى، أكابد هما ليس يرجلي. فقالت نعايم يا ابن الحسين رميتكم. صدق أنا ترى مو وياكم مو زينة ليش؟ فقالت الدنيا نعم يا ابن الحسين رميتكم بسهم عناد عندما طلقني علي. كم مصيبة زين العابد. يجي الأبو، هذا الولد يجي يروح الأبو، لأن الأبو يريد الأولياء شنو هو يدفن بيده. مو لكن الحسين كأنه انعكست سيدي، مو الولد هو يدفن الأبو، صار الأبو يدفن من؟ يدفن الولد. هذا الحسين صارت عند الحسين في كربلاء. يقول أبو يا علي ردتك تهيلي علي لتراب. أبويا يا علي ردتك تهيلي علي لتراب. أبويا وردتك ترين وحشة الغياب. أبويا وردتك ترد يا علي وحشة أبويا ما يتبذى شخصك وغاب. أبويا يا علي ما يتبذى أبويا شخصك وغاب. شوف الأبو شي يعبر عن الولد. أبويا الأبو يجمع بعرس ابنه ويبني أبويا يا علي الأبو يجمع بعرس ابنه ويبني أبويا وزمان الشوم حاتفني ويبني نذكر الشباب دائما الشهداء من الحشد الشعبي، من الجيش، من الشرطة اللي كل الانتصار بهم الآن إخواني. نروح لعوائلهم، نروح لليتامى، نروح للأطفال، للنساء المترملات. ما نخلي فراغ هكذا بيناتنا، ما ننظر إلى فلان وفلان. يقول أبويا يا علي الأبو يجمع بعرس ابنه ويبني أبويا وزمان الشوم أبويا حاتفني.
بويا ويا ابني ويا ابني ويا ابني ويا ابني بويا كسرتني من رحت عني ويا ابني يا بويا عفتني بلا ولد بالغاضرية وياي يا بويا يا علي عفتني بلا ولد بالغاية يا عذري يجي الأبو يدفنن لقى بني أسد من حول القبور. تصور شوف الآباء شوف الأبناء إياك تطلع من الدنيا وأبوك وأمك ما راضين عليك أبدا والله أبدا لا حياة لك ولا آخرة لك اثنينهن خسرانهن. شوف زين العابدين لما إجوا قالوا له خلينا نشيل وياه قال لهم لا 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 يا ما حملني في صغر سني يا ما سهر علي أبوي ليال وليال يا أنا اللي صار بي ما جرب نوس بويا ما صاير بس أنا ترى أدفن أبوي وما بي راس نزلت بلا راس بويا أنا اللي صار بي ما جرب نوس بويا شفتك على ثرى بالخيل تردوس بويا يا حسين شفتك على الثرى شاركني بأنينك يا شفتك على ثرى بالخيل التوين دواياس بويا تالي الوقت بويا يا حسين تالي الوقت نزلتك بلا راس بويا تالي الوقت نزلت يا بلا رواس. شوف الولد شي يعبر على فقد الأبو يقول له أبو يا أبو يا شلون أصبر على فرقك أبويا شلون أصبر على فرقك أبويا ويوم الذي ما أشوف ملقاك أبويا ذا ما أشوفك أبويا يوم الذي ما أشوف ملقاك أبويا ما أحس بأبويا من العمر ذوق أبويا ما أحس بأبويا من يا العمر ذاك هالبيتين الوقت ضايقنا وحق اللي تلج الخلق باسمه زماني ما حباني يوم بسمة أنا عيوني ما تصب الدمع مو بس العين شوف شنو وياه أبويا عيوني ما تصب الدمع بسمة يا دم قلبي ودمع عيني سوية يا ودم قلبي ودمع عيني يا سوية يا نازلين بكربلاء هل عندكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الكريمة نقرأها سوية لشفاء المرضى، وكذلك مع أخواننا وأبنائنا الذين حققوا النصر والشهداء الذين ارتحلوا إلى ربهم وسكنوا الفردوس في ذلك والرحمة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاركوني. أما يجيب ويكشف السوء. لا تبخل بصوتك. أما يجيب دعاه ويكشف السوء. أما المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يوم جمعة ومأتم الحسين وإحنا بمرقد شهيد مبارك. الدعوة دائما والدعاء للعراق من الفتن ومن أصحاب الفتن ومن الإلفة بيننا، وأن يجعل دائما أيام أهل العراق أيام طيبة. يا الله يا الله يا إنا توسلنا إليك أقسمنا عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه وبصاحب هذا المرقد زيد الشهيد. فرج عنا يا الله، فرج عنا يا الله، فرج عنا يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم. الحاضرون الجالسون القاصدون الزائرون أصحاب المأتم القائمين في هذا المكان بخدمته، المشرفين على هذه المجالس المباركة جميعا، الساعون في ذلك جميعا، من كان منهم مريضا أو له مريض اجعل شفاءه من عندك يا خير طبيب. من كانت له حاجة اقض حاجته. أصحاب هذا المكان، أصحاب هذا المرقد القائمون بذلك، المؤسسون لهذه المجالس، تقبل أعمالهم بأحسن قبولك لأمواتهم وأمواتنا وأموات الجالسين والزائرين والحاضرين ومن مات على الإيمان وأرواح الشهداء. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.